السلام عليكم. أقترح عليكم اليوم كيكة موسمية بالبرتقال. كيكة منعشة ولذيذة، رائحتها سوف تخبركم بذلك. وقبل أن نبدأ، أرجو منكم الاشتراك والإعجاب لتكبر بكم قناة طيبة. في هذه الوصفة نبدأ أولاً بالمكونات الجافة. 2.5 كوب من الدقيق الأبيض مع كيس من خميرة كيميائية. نخلط المكونات الجافة ثم نتركها على جنب. في خلاط كهربائي نضع حبة كبيرة من البرتقال، يجب أن تكون البرتقالة منزوعة القشور ومقطعة مكعبات. كوب من السكر البني مع كيسين من عطر الفانيليا. 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. أضيف كوب من الزيت تدريجياً على الخليط. ثم أضيف كوب من الحليب الدافئ تدريجياً. أترك الخليط يمتزج جيداً مدة حوالي دقيقتين. في إناء أضع الخليط الذي حضرناه مع بعض. ثم أضيف عليه المكونات الجافة التي حضرناها سابقاً. نمزج الخليط حتى تمتزج كل المكونات مع بعض، ثم أضيف عليه ملعقة كبيرة من الخل. أضعها في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مدة حوالي 45 دقيقة. لتزيين الكيك، حوالي 4 ملاعق مملوءة جيداً من السكر الناعم. نضيف عليها القليل من عصير البرتقال حتى نتحصل على قوام كريمي كما هو موضح. وفقط. سقيت الكيك بحوالي نصف كوب من عصير البرتقال فور خروجها من الفرن. في هذه المرحلة يجب أن تكون الكيكة باردة.
أضفت للكيكة مبشور البرتقال مع شرائح البرتقال، والتزيين اختياري طبعاً. كيكتنا أصبحت جاهزة. رائحتها سوف تخبركم بطعمها قبل أن تتذوقوها. رائحة البرتقال الطيبة تملؤ البيت. أنصحكم بتجربتها خصوصاً إذا كنتم من محبين طعم البرتقال. كانت هذه وصفة اليوم. إذا وصلتم إلى نهاية الفيديو أرجو منكم الاشتراك والإعجاب، وشكرا مسبقا. وإلى وصفة أخرى بحول الله.